ندخل على question number 70. كده نبدأ بارت 2 بقى على نظافة، مروقين حالنا. انت شفت الدنيا اللي فاتت ونروق مع بعض من اول نمبر 70. بيقول لك ايه؟ two equal masses of liquid A and B. يعني انت عندك liquid A و liquid B of specific heat capacities CA and CB. خد بالك ان هما الاثنين equal masses. انت عندك two liquids، liquid A و liquid B. الماس اللي هنا بتساوي الماس اللي هنا. حلو خالص. ده عنده سبيسيفيك هيت اسمها سي اي والتاني عنده سبيسيفيك هيت اسمها سي بي. اوكي. are miscible يعني اختلطوا but not reacted together. اختلطوا بس ما تفاعلوش مع بعض. يعني انت كده بكل بساطه عندك ليكويد هنا اسمه ليكويد A، فوقيه ليكويد اسمه ليكويد B، اختلطوا بس ما تفاعلوش مع بعض. اهو اللي تحت دوت اسمه ليكويد A واللي فوق دوت اسمه ليكويد B، ما تفاعلوش مع بعض. اوكي. طيب خد بالك هما الاثنين عندهم نفس الماس، ولكن ده عنده حاجه اسمها سي اي اللي هو السبيسيفيك هيت سي اي، والتاني عنده سي بي اللي هي السبيسيفيك هيت بي. ماشي. The temperature of the two liquids were 80 and 10. CA او liquid A كان ب 80 سيليزيوس درجه حرارته 80. CB كان 10 سيليزيوس او سوري B كان 10 سيليزيوس. يبقى درجه حراره A كانت 80 سيليزيوس، درجه حراره B كانت 10 سيليزيوس respectively. If the two liquids are mixed to reach thermal equilibrium at final temperature 30 سيليزيوس. هما الاثنين اختلطوا وهما الاثنين درجه حرارتهم وصلت ل 30 سيليزيوس. عايز يعرف سي ايه على سي بي. يا نهار ابيض. طيب بكل بساطه هما الاثنين اختلطوا صح؟ يعني انا حطيت ليكويد A فوقيه ليكويد B او ايا كان ليكويد A على ليكويد B. حلو خالص. معنى كده كميه الحراره اللي هتخرج من ليكويد A، لان خد بالك هو قال لك ليكويد A كان 80 بقي 30. اقرا مساله كويس. ليكويد A درجه حرارته اهو بيقول لك اهو درجه حراره ليكويد A كانت 80 اهو، وهما الاثنين وصلوا ل 30. معنى كده ان ليكويد A كان 80 وصل ل 30. معنى كده ان هو خسر 50. تمام. خسر 50 سيليزيوس. طيب ليكويد B كان 10 بقي 30. معنى هو كده ان هو كسب. معنى كده ان ليكويد A فقد حراره وليكويد B اكتسب حراره. لازم تبقى عارف ان كميه الحراره اللي خرجت من ليكويد A قد كميه الحراره اللي دخلت ليكويد B. انا حاطط ليكويد A وليكويد B. ليكويد A برد، ليكويد B سخن. كميه الحراره اللي خرجت من ليكويد A قد كميه الحراره اللي دخلت ليكويد B بكل بساطه. حلو. طب هو امتى الاثنين دول يبقوا قد بعض؟ حلو خالص. تعال نشوف مع بعض. QA بيساوي QB امتى؟ بص يا بابا، مبدئيا كده QA تعالى بقى نكتبها بالقانون بتاعها. بيساوي QA بيساوي MA تايمز CA تايمز دلتا TA. الكيو اي كميه الحراره اللي خرجت من ليكويد ايه، طبعا هي هتبقى بالنيجاتيف بس ايا كان يعني هيبقى بكل بساطه. انت عندك ليكويد ايه وليكويد بي. ليكويد ايه خرج حراره عشان كده برد كان 80 بقي 30. ليكويد بي دخل له حراره عشان كده سخن كان 10 بقي 30. ايا كان كميه الحراره اللي خرجت من ليكويد ايه قد كميه الحراره اللي دخلت ليكويد بي، بتساوي ام بي تايمز سي بي تايمز دلتا تي بي. هما الاثنين قد بعض. بما ان الماس قد الماس، بس خد بالك بالنسبه لليكويد ايه هو قل 50 صح؟ يعني فرق الحراره 50 كان 80 بقي 30. ليكويد بي زاد زاد 20. حلو. سؤال بقى لحضرتك، مش هقول لك ان هما الاثنين قد بعض. يعني انت عندك هنا سي اي تايمز 50 لان الفرق الحراره 50 ايكوال سي بي تايمز 20. حلو. مبدئيا كده معنى كده ان سي اي ب 20 عشان يبقوا مساويين بعض وسي بي ب 50. تاني اشرحها لك تاني، مساله جميله جدا وركز معايا. ركز معايا نشرحها لك تاني. تعالى لي هنا. تعالى لي. انت يا ريس بيقول لك عندك ليكويد A وليكويد B. ليكويد A خرج منه حراره، فاهم؟ لان هو كان 80 كانت درجه حرارته 80 بقت درجه حرارته 30. ليكويد B كانت درجه حرارته 10 بقت درجه حرارته 30. ليكويد A خرج منه حراره، ليكويد B دخل له حراره. بكل بساطه كميه الحراره اللي خرجت من A قد كميه الحراره اللي دخلت B.
بكل بساطه. طبعا ما حدش يقول لي مثلا ازاي ده 80 وده 30، ده دي تمبريتشر، ماليش دعوه بالتمبريتشر، انا ليا دعوه بكميه الحراره. مش ليكويد A محطوط فوقيه ليكويد B، ده A وده B، يبقى اكيد الحراره اللي هتخرج من A هتدخل فين؟ في B بكل بساطه. اذا كميه الحراره بتاعت A بتساوي كميه الحراره بتاعت B. حلو خالص. طب مش كميه الحراره بتاعت A بتساوي MA تايمز CA تايمز دلتا تي؟ ايكوال. طبعا لايه؟ كل ده لايه؟ كميه الحراره اللي خرجت من A هي عباره عن ام في سي دلتا تي بتوع A بتساوي كيو بي اللي هي عباره عن ام بي تايمز سي بي تايمز دلتا تي بي. مبدئيا كده الماس قد الماس، يبقى يطيروا مع بعض خلاص. معنى كده ان سي اي، لو هو قال لك ان هما في البدايه خالص قال لك ان هما 2 ايكوال ماسس، يبقى الماس بتاعت ايه قد الماس بتاعت بي. يبقى سي اي تايمز دلتا تي اي بتساوي سي بي تايمز دلتا تي بي. حلو خالص. دلتا تي اي درجه الحراره قلت 50، يبقى دلتا تي ب 50 المفروض نيجاتيف 50، بس انا النيجاتيف هنا ما بتفرقش معايا، كلمه نيجاتيف معناها فقط حراره. تمام. يبقى سي اي تايمز 50 ايكوالز سي بي تايمز درجه الحراره بتاعت بي زادت 20 اهو، هنا زادت 20 هنا قلت 50، يبقى زادت 20، يبقى دلتا تي بي ب 20. سي اف 50 بيساوي سي بي في 20. معنى كده ان سي اي عشان هما الاثنين سوا بعض يبقى سي اي ب 20 والسي بي ب 50 عشان يبقى 20 في 50 ايكوال 50 تايمز 20. حلو. هو بقى بيقول لك اعمل لي مقارنه بين سي اي على سي بي، يبقى بتساوي 20 على 50، يبقى الاجابه تبقى 2 اوفر 5 بكل بساطه. بكل بساطه مش محتاجه ومش مستاهله. تعال نشوف كده وصلنا لغايه فين. question 70 يا ابني فين؟ غالبا هنا اهو. اوكي، اذا الاجابه بكل بساطه تبقى احنا فين اهو. الاجابه تبقى 2 على 5، يبقى الاجابه تبقى سي. السؤال اللي بعده. The following figures، الثلاثه او الاربعه figures اللي قدامك دولت show 4 aluminium bodies، قدامك 4 اجسام من الالومنيوم. The mass and the initial temperature of each of them are recorded below it. الاولاني 10 جرام 20 سيليزيوس، الثاني 20 جرام 10 سيليزيوس، الثالث 30 جرام 5 سيليزيوس. طبعا هنا ده الماس فوق الماس تحت الانيشال تمبريتشر. ماشي. If each of these bodies is placed respectively separately in a beaker with the same quantity of water of temperature 10 سيليزيوس. لو انت مسكت كل واحد من دول رميته في ميه درجه حراره 10 سيليزيوس، which object will cause greater increase in the temperature of the water؟ مين من دولت هيسبب اكبر درجه حراره او اكبر ارتفاع درجه حراره الميه؟ اللي هيسبب اكبر ارتفاع لدرجه حراره الميه هو اللي هيقدر يفقد حراره كتير او اللي عنده حراره كتير. مين اكتر واحد عنده حراره؟ اكيد اللي 50 جرام و20 سلسيوس، يبقى الاجابه تبقى دي، ان هو تقيل جدا، معنى كده ان هو مخزن حراره كتيره جدا، فمعنى ان انا احطه في الميه هيبدا يطلع حراره كتير فيسخن الميه. اذا الاجابه تبقى دي. question 72 بيقول لك ايه؟ a quantity of water of mass half kilogram، الماس بتاعتها نص كيلو جرام، is being heated such that it gains heat at a rate of 42,000 جول per minute. يعني هي بتكسب كل دقيقة 42,000 جول. ماشي. If the specific heat of water is 4,200 joule per kilogram by Celsius, then the time required to raise the temperature of this quantity of water from 25 to 85. هو بيقول لك انت عندك نص كيلو، يبقى الماس بنص كيلو جرام من الميه. الميه ديت بتكسب 42,000 جول في الدقيقه، دي تخليها على جنب. والسبيسيفيك هيت مديها لك، السبيسيفيك هيت بيديها لك ب 4200 جول بالكيلو جرام باي سيليزيوس. then the time required، عايز يعرف التايم، عايز يعرف الوقت اللي هيخليها ترتفع من 25 سيليزيوس ل 85 سيليزيوس. معنى كده ان دلتا تي ايكوال، تعال نحسبها، دي تي 2 ودي تي 1، اعمل لهم ماينس تطلع ب 60، يبقى دلتا تي 60 سيليزيوس بكل بساطه. طيب حضرتك عارف ان الكيو بتساوي، انا عايز احسب الكوانتي اوف هيت، ام تايمز سي تايمز دلتا تي ايكوال الام بكام؟ بهاف تايمز السي 4200 تايمز الدلتا تي 60، يبقى اقول له كده هاف تايمز 60 تايمز 4200 تطلع الاجابه 1000
سوري 126,000 جول. يبقى هو عشان درجة حرارته تزيد بمقدار 60 هياخد الكمية دي. طب إذا كان هو كل دقيقة بياخد 42,000 جول، يبقى هياخد ال 126,000 جول في قد إيه؟ أقول له كده 126,000 ديفايد 42,000 تطلع في 3 دقايق 3 minutes. الإجابة سي بكل بساطة. تاني يا بابا، هو بيقول لك أنت عندك كمية المية نص كيلو. حلو خالص. والمية ديت بتاخد 42,000 جول كل دقيقة. دي خليها معلومة جانبية. عايز اعرف مديك السبيسيفيكيت، عايز يعرف كميه الحراره اللي هتزودها 60. فانا اول حاجه جبت كميه الحراره. كميه الحراره اللي هتخليها تزيد بمقدار 60 هي 126,000 جول. يعني ايه عشان تزيد بمقدار 60 سيليزيوس محتاجه 126,000 جول. طيب دي هتاخد كام دقيقه عشان تكتسبها؟ اذا كان هي بتاخد 42,000 جول في الدقيقه، يبقى هتاخد كام دقيقه؟ اقسم دوت على 42,000 يطلع معاك 3 دقائق. السؤال اللي بعده. The opposite figure shows some water molecules. حلو خالص. So the bonds responsible for the high specific heat are، مين البونز اللي مسببين الهاي سبيسيفيك هيت؟ 2 4 اللي هم الهيدروجين بوند. الاجابه دي. السؤال اللي بعده. The following figure represent the water molecules in 3 different physical states. ماشي، 3 physical states مختلفه. Then the specific heat of water is، اعلى سبيسيفيك هيت للميه امتى؟ لما تبقى ليكويد. مبدئيا كده باين جدا ان السؤال رقم 3 دوت ايس. عرفت ان هي يا مستر؟ باين جدا ان هي عامله هيكساجونال شيب فهي متجمده. رقم 1 ده جاز بعاد عن بعض. يبقى امتى هتبقى ليكويد؟ يبقى تبقى greater in 2. اذا الاجابه تبقى بي بكل بساطه، لان السبيسيفيك هيت بتعتمد على الفيزيكال ستيت. الفيزيكال ستيت بتاعت الميه بتخليها عندها اعلى سبيسيفيك هيت. السؤال اللي بعده. two equal masses of water and oil. عندك ميه وزيت were at the same temperature in two identical containers. هما الاثنين كانوا موجودين في two identical containers. يعني عندك هنا ميه وعندك هنا زيت. نتخيل المسألة، هنا ووتر وهنا اويل. if the two containers are placed together on an electric hot plate. هما الاثنين تم وضعهم على electric hot plate. كمل. يعني electric hot plate يعني سخان كهرباء. then the temperature of the oil reach T. التمبريتشر بتاعت اويل بقت T خلال تايم اسمه T نوت. given that the specific heat capacity of water greater than the specific heat capacity of oil. السبيسيفيك هيت بتاعت الميه اكبر من السبيسيفيك هيت بتاعت الاويل. مع كان الميه عندها سبيسيفيك هيت عاليه، وانا هحفظك طالما السبيسيفيك هيت عاليه يبقى بتحتاج حراره كتيره، بتسخن ببطء وبتبرد ببطء اهو. يبقى هي محتاجه حراره كتير، تسخن ببطء، تبرد ببطء. طيب التمبريتشر بتاعت الميه هتبقى تي اكيد في وقت اكتر من تي نوت. يبقى الاجابه تبقى ايه بكل بساطه؟ تاني، انت عندك ازازه اويل وازازه ميه. الاويل سخنته درجه حرارته وصلت تي كابيتال كده خلال تي نوت، يعني خلال وقت اسمه تي نوت. تمام؟ بس خد بالك الميه عندها سبيسيفيك هيت اعلى. عندها سبيسيفيك هيت اعلى يعني هي محتاجه حراره كتيره وبتسخن ببطء وبتبرد ببطء، صح؟ طيب امتى الميه توصل لدرجه حراره التي؟ هل في نفس الوقت؟ لا، دي الميه بتسخن ببطء. يبقى تاني الاويل الزيت وصل لدرجه حراره التي خلال وقت اسمه تي نوت. طيب هل الميه هتاخد نفس الوقت؟ لا، هتاخد وقت اكتر لان هي عندها سبيسيفيك هيت اعلى فتحتاج وقت كبير، فهتاخد وقت greater than تي نوت. question 76 بيقول لك the opposite figure show the specific heat capacities of 4 different samples. عندك 4 samples مختلفين of the same masses، كلهم عندهم نفس الماس. which of these samples require a greater amount of heat to raise its temperature. خد بالك اكتر واحد هيحتاج هيت عشان يسخن اللي عنده اعلى سبيسيفيك هيت. يبقى مبدئيا كده الديستلد ووتر اهو، لان الديستلد ووتر عندها اعلى سبيسيفيك هيت. طالما عندها اعلى سبيسيفيك هيت يبقى محتاجه اكبر كميه حراره عشان تسخن. يبقى ده سامبل اوف ووتر فيبور غلط، ده سامبل اوف ايس غلط، ده سامبل اوف سي ووتر غلط، ده سامبل اوف ديستلد ووتر اذا الاجابه هتبقى دي بكل بساطه. يا مره تاني question 76 بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك يا ريس بيجيب لك 4 مختلفين، بيقول لك مين اكتر واحده تحتاج حراره؟ اللي عندها اعلى سبيسيفيك هيت، مش ناقصه هي. question 77 بيقول لك ايه؟
Which of the following properties has a high value that is responsible for the slow change in water temperature in large water bodies؟ مين من دولت عنده high value مسؤول عن تغيير القليل في درجه حراره الميه السبيسيفيك هيت؟ يعني من الاخر بيقول لك مين من دولت بيخلي الميه درجه حرارتها تتغير ببطء؟ السبيسيفيك هيت، لان هي عندها سبيسيفيك هيت عاليه فبتسخن ببطء وبتبرد ببطء، بتسخن بصعوبه وبتبرد بصعوبه، يعني محتاجه حراره كتير قوي. Which of the following substance a unit mass of it had the capacity to store thermal energy؟ مين من دول الكيلو جرام منه عنده كاباسيتي ان هي تستحمل كميه حراره اكتر من اي حاجه تانية؟ اكيد الاوشن، لان هي جواها ميه. الاجابه ايه بكل بساطه. هو بيقول لك هنا مين من دولت، بيقول لك هنا اهو to store thermal energy for longer periods of time immediately after the sunset. تمام. بيقول لك مين من الاربعه دولت بيخزن جواه حراره وقت طويل؟ الميه. الميه اكتر حاجه بتخزن حراره. قلت لك الميه بتسخن ببطء وبتبرد ببطء، اذا الاجابه تبقى ايه. Question 79 بيقول لك which of the following diagram show the mechanism of sea breeze formation؟ حلو. بكل بساطه الصبح الرمله عندها هوت اير، وانا شرحها لك 40 مره. الهوت اير ده بيطلع لفوق. الميه عندها كول اير هيجي مكان الهوت اير، اذا الاجابه تبقى بي. سهله قوي. Figure 1 and 2 represent a coastal area during the day and night respectively. Which of the following conclusion is correct about temperature of spot A compared to spot B؟ مبدئيا كده الصبح سبوت A عندها درجة حرارة عالية، تمبريتشر عالية. سبوت B ده هنا الصبح عندها تمبريتشر قليلة. بالليل الدنيا بتقلب، A عندها تمبريتشر قليلة وB عندها تمبريتشر عالية. طيب in figure 1، في figure 1 هل A أعلى؟ A أعلى. in figure 2 هل A أعلى؟ لا. إذا الإجابة إيه ما تنفعنيش. figure 1 أعلى وفيجر 2 أقل. طبعا هو بيسألك على ثانية which of the following is correct about the temperature of spot A compared to spot B؟ هو بيقارن ما بين A و B. تعال نشوف. تعال نمسك كده. هو عايز يعمل مقارنة بين A و B. مبدئيا كده في فيجر 1 A عالية و B قليلة. يبقى مبدئيا كده يبقى في فيجر 1 A أعلى من B. طب فيجر 2 لا A أقل من B، إذا الإجابة إيه ما تنفعش. يبقى في فيجر 1 A أعلى من B، لكن فيجر 2 A أقل من B. طيب فيجر 1 هل A أعلى من B؟ طب فيجر 2 هل A أقل من B؟ أيوه، إذا الإجابة تبقى B بكل بساطة. ندخل على question 87. ندخل على question 81. بيقول لك إيه؟ The opposite figure show a cross section of ocean water. يعني الرسمة اللي قدامك ديت بتوضح منطقة من المحيط. Which layer of the figure أو in the figure is distinguished as the most stable in terms of temperature compared to the other layers؟ مين من اللايرز ديت X ولا Y ولا Z بتبقى most stable في التمبريتشر؟ يعني التمبريتشر بتاعتها ما بتتغيرش. أكيد اللي تحت جدا، لأن الشمس بعيدة عنها جدا. يعني أكتر لاير موجودة تحت الشمس بعيدة عنها فدرجة حرارتها هتفضل ثابتة. يبقى الموست ستيبل لاير هنا بالنسبة لي هتبقى لاير Z. إجابة سي. السؤال اللي بعده The most suitable marine environment for coral reef prosperity. الكورال ريف ايه اكتر منطقة يقدر يعيش فيها؟ مبدئيا كده الكورال ريف بيعيش في الورم شالو ووتر، يعني بيعيش في المناطق الدافئة اللي موجودة على السطح. يبقى هو بيعيش in the shallow warm water. إذا الإجابة تبقى ايه. Question 83 بيقول لك ايه؟ The latent heat of vaporization is the heat energy which is absorbed by a unit mass of the material. طيب بكل بساطة ايه latent heat of vaporization؟ تعال كده افكرك بيها مع بعض. latent heat of vaporization يا ريس هي عبارة عن كمية الحرارة اللي بتاخدها الووتر عند درجة حرارة 100 سيليزيوس. كمية الحرارة اللي بياخدها كيلو من الووتر عند درجة حرارة 100 سيليزيوس لغاية اما كل الليكويد يتحول لفيبور without increase in the temperature. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم حاجة. حاضر. فكرك بالجراف دوت. قلت لك ده جراف ما بين التمبريتشر والتايم.
او التمبريتشر وعايز تعملها هنا الكوانتي اوف هيت مفيش مشكله. طيب بدأ هنا عندي قلت لك هنبدأ بالتلج عند نيجاتيف 30 سيليزيوس. زدنا لغايه ما وصلنا لزيرو. الميه بتقعد شويه عند درجه حراره زيرو، التلج بيقعد شويه عند درجه حراره زيرو لغايه ما كل التلج يتحول لميه. بعد كده درجه الحراره بتزيد لغايه ما توصل ل 100 اهو. هنا احنا وصلنا 100. اول ما نوصل ل 100 درجه الحراره بتفضل شويه 100 لغايه اما تزيد. يعني درجه الحراره بتفضل شويه عند 100 سيليزيوس لغايه ما تزيد. طب هي بتفضل عند 100 لغايه امتى؟ لغايه اما كل الووتر يتحول لفيبر. يبقى تاني هي هتفضل عند درجه حراره 100 لغايه اما كل الووتر يتحول لفيبر. الفتره دي كده اللي فيها كل الميه بتتحول لفيبر ودرجه الحراره ثابته، الحراره اللي بتاخدها اسمها latent heat of vaporization. يبقى ايه هي اللاتنت هيت اوف فابورايزيشن؟ هي كميه الحراره اللي بياخدها كيلو من الميه عند درجه حراره 100 سيليزيوس لغايه اما كل الميه تتحول لفيبر. طيب من غير ما درجه الحراره تزيد، خد بالك من النقطه دي. اوكي تعال نشوف كده. فين هنا. طيب ركز بقى معايا اهو. يبقى ايه هي اللاتنت هيت اوف vaporization؟ is the heat energy which is absorbed by unit mass of the material. هي كميه الهيت انرجي او الهيت اوف vaporization، كميه الهيت بتاعه التبخر، هي كميه الهيت انرجي اللي بياخدها يونت ماس يعني كيلو جرام من الماتيريال. طب ليه؟ هل عشان يزود درجه الحراره باي 1 كلفن؟ اكيد لا. او عشان يقلل درجه الحراره باي 1 كلفن؟ لا، لان ديت كده انت بتتكلم على السبيسيفيك هيت. هل هي الحراره اللي بياخدها اثناء تحوله من ليكويد لجاز من غير ما يتغير التمبريتشر؟ يبقى الاجابه سي. الميجرنج يونت بتاعت اللاتنت هيت اوف فابورايزيشن جول على الكيلو جرام. هي عباره عن كميه الحراره اللي بيحتاجها ال1 كيلو، يبقى جول على الكيلو جرام. سؤال 85 بيقول لك ايه؟ If the heat energy which is absorbed by a certain amount of water to be converted from liquid state at 100 Celsius to gas state at the same temperature equal E. يعني كمية الحرارة اللي خدتها المية عشان تتحول، اللي خدها كمية معينة من المية عشان يتحول من ليكويد لجاز عند درجة حرارة 100 يبقى E. يبقى E ديت كده بالنسبة لي هي latent heat of vaporization. ما اللاتنت هيت اوف فابورايزيشن هي كميه الحراره اللي محتاجها الكيلو عشان يتحول كله من الليكويد لجاز عند درجه حراره 100 من غير ما درجه الحراره تزيد. اوكي بيقول لك so the same amount of water vapor to be converted from gaseous at 100 to the liquid. طيب نفس كميه البخار ديت لما تيجي ترجع تاني ليكويد، ايه اللي هيحصل لها؟ هتطلع نفس كميه الحراره. يبقى هي عشان تتحول من ليكويد لجاز خدت حراره اي، يبقى لما تتحول من جاز لليكويد هتطلع حراره اي اهو. يبقى ايه من the same amount of heat energy. يبقى تاني الميه عشان تتحول من ليكويد لجاز خدت حراره اسمها اي، يبقى عشان تتحول من جاز لليكويد هتطلع حراره اسمها اي. نفس الكلام. an amount of water mass 10 كيلو جرام. عندك كميه ميه 10 كيلو بتحتاج طاقه بمعدل اي اسمه اي، يبقى ال 10 كيلو محتاجين اي to be converted from liquid at 100 Celsius into water vapor at same temperature. حلو خالص. معنى كده ان ال 10 كيلو محتاجين اي عشان تتحول من ليكويد لجاز عند درجه حراره 100 سيليزيوس. طيب so the latent heat of vaporization equal. latent heat of vaporization هي قد ايه؟ latent heat of vaporization هي كميه الحراره اللي بيحتاجها كيلو عشان تتحول من ليكويد لجاز عند درجه حراره 100. طب اذا كان ال 10 كيلو محتاجين اي عشان يحولوا من ليكويد لجاز عند درجه حراره 100، يبقى الكيلو هيحتاج ايه؟ هيحتاج اي ديفايد 10، لان ال 10 كيلو محتاجين اي، يبقى الكيلو هيحتاج اي ديفايد 10، يعني الإجابة تبقى C. Question 87. The latent heat of vaporization of water. المية تتميز بوجود high latent heat of vaporization. عندها الهيت اوف vaporization درجة الحرارة اللي بتاخدها، الحرارة اللي بتاخدها عند درجة حرارة 100 عشان تتحول من ليكويد لجاز دي بتبقى كمية حرارة كتيرة.
هل هي هاي بسبب الكوفالنت بوند؟ لا. هل هي هاي بسبب الهيدروجين بوند؟ ايوه، الاجابه بي. بيقول لك two students اتنين طلاب each of them used a method to cool his warm drink. كل واحد فيهم استخدم طريقه عشان يبرد مشروبه الدافئ. ماشي. as follow method of student 1. الطالب الاول زود 25 جرام من ميه ساقعه عند درجه حراره 0 سلسيوس. ماشي. الطالب الثاني زود 25 جرام تلج عند درجه حراره 0 سلسيوس. حلو. يعني واحد زود درجه حراره 25 جرام من ميه ساقعه، والتاني زود 25 جرام من تلج. حلو. طيب انهي واحده هتسقع المشروب اكتر؟ اكيد التلج، فهتبقى بالنسبه لي ميثود اوف ستودنت 2. طيب مستر، الميه عند درجه حراره 0 والتلج هيبقى عند درجه حراره 0 برضه، بس كل الفكره ان التلج دوت لسه ما اخدش كل الطاقه اللي هو محتاجها. يعني الميه ديت هتبقى اخد كميه من الطاقه وقربت ان كلها تتحول لميه، فتلاقي درجه حرارتها زادت لان هي عند درجه حراره 0. لكن التلج لسه ما اخدش كل الطاقه اللي محتاجها عشان يكمل يكمل التمبريتشر بتاعته ل 0 لغايه لما كله يتحول لوتر تاني. ايه الفرق بين ميه عند درجه حراره 0 سلسيوس وحته تلج عند درجه حراره 0 سلسيوس؟ الفكره ان الميه ديت بسرعه درجه حرارتها هتزيد ل 1 سلسيوس بسرعه. تمام. فبكل بساطه مش هتبرد المشروب قوي. تاني، هي ميه عند درجه حراره 0 بس بسرعه تبقى 1 سلسيوس. ليه؟ لان هي ميه، ستيل ميه. لكن التلج عند 0 هياخد فتره كتيره عند 0 لغايه اما كله يتحول لايه؟ لووتر اللي اشرحها لك. فبالتالي التلج هيبدا يسحب حراره كتيره من المشروب فهيبرده على الاخر. وصلت؟ اذا بالنسبه لي ان انا استخدم تلج عند درجه حراره 0 افضل من ان انا استخدم ميه عند درجه حراره 0، لان الميه بسرعه درجه حرارتها تبقى 1، لكن التلج هيفضل شويه لغايه ما درجه حرارته تبقى 1. Question 89 بيقول لك ايه؟ Which cause more severe skin burns؟ مين من دولت بيسبب حرق اكتر للبشره؟ Being exposed to water vapor of 100 Celsius or being exposed to liquid water at the same temperature؟ أنا بالنسبة لي أصعب إنك تتعرض للووتر فيبور عند درجة حرارة 100 ولا تتعرض للمية بس عند نفس درجة الحرارة. حلو، بس خد بالك نفس الكمية أهو. The skin exposed to the same amount of water and water vapor. يعني أجيب بني آدم بيتعرض لبخار عند درجة حرارة 100 وبني ادم تاني بيتعرض لنفس كميه الميه، بس طبعا هنا بخار، نفس كميه الميه عند درجه حراره 100. مين المؤذي اكتر؟ البخار. ليه يا مستر؟ لان البخار درجه حرارته هتزيد، لان خلاص الميه بقت فيبور فدرجه حرارته هتزيد. تمام. فهتلاقي الشخص ده بيتضرر جامد جدا. لكن الميه درجه حرارتها 100 هتفضل 100 شويه لغايه ما تتحول لبخار. اذا بالنسبه لي الشخص اللي يبقى بالنسبه له الموضوع صعب هو الشخص اللي اتعرض لووتر فيبور اكتر. طيب يبقى الليكويد لا، الووتر فيبور. حلو. اهو يبقى الاجابه تبقى دي، بسبب ان الووتر فيبور هيطلع كميه حراره كتيره اثناء الكوندنسيشن. يعني الشخص بالنسبه لك دوت اللي بيتعرض لكميه حراره من البخار، هو قدامه بخار، البخار دوت طالع بدرجه حراره 100. طبعا البخار لما هيخبط في وشه البخار دوت هيبقى عايز يرجع تاني ميه. طب عشان يرجع تاني ميه البخار دوت محتاج يعمل ايه؟ البخار علشان يرجع تاني ميه محتاج يفقد حراره، فهتلاقيه فقد الحراره في وش الراجل دوت عشان يرجع تاني ميه. يبقى تاني، انهي اصعب؟ ان انا اجيب شخص يتعرض لميه مغليه ولا يتعرض لميه درجه حراره 100، ولا اجيب شخص يتعرض لنفس كميه الميه بس بخار؟ الاصعب ان هو يتعرض له هو بخار. ليه؟ لان البخار اول ما يخبط في الشخص هيطلع حراره كتيره جدا عشان البخار يرجع تاني ميه اثناء الكوندنسيشن. تمام. يبقى الاول كده خلينا نرتب الافكار. مين بياخد حراره اكتر؟ تلج عند 0 ولا ميه عند 0؟ تلج عند 0. حلو. طيب مين بيطلع حراره اكتر؟ ميه عند 100 ولا ووتر فيبر عند 100؟ ووتر فيبر عند 100. السؤال اللي بعده. The opposite graph represents the relation between the temperature of an amount of water and the heat energy. ماشي. ما بين التمبريتشر والهيت انرجي. طيب which is absorbed by that amount if the amount of heat energy which is absorbed by amount of water to increase its temperature from 0 to 100 is E1. ماشي. كمية الحرارة
اللي اخدتها عشان تزيد من 0 ل 100 اسمها E1. تمام. And the amount of heat energy which is absorbed by the same amount of water to be converted from liquid to vapor without a change in its temperature is E2. يعني كمية الحرارة اللي أخدتها المية عشان تتحول لفيبور من غير ما نزود درجة حرارتها اسمها E2 أهو، دي E2. يبقى هو على فكرة أنت لو فسرت الكلام سهل أوي، هو بيقول لك كمية الحرارة اللي أخدتها عشان تزيد من 0 ل 100 اسمها E1. يبقى دي كده بالنسبة لي، E1. تاني حاجة قال لك كمية الحرارة اللي هي بتاخدها علشان كل الليكويد يتحول لفيبور، بدون زيادة في درجة الحرارة اسمها E2، دي E2. طبعا دي كده لو أنا بتعامل مع كيلو يبقى ديت اللاتنت هيت اوف فابورايزيشن. تمام. طبعا واضح جدا إن E2 أكتر من E1، إذا الإجابة تبقى B. E2 أكبر من E1. كمية الحرارة اللي بتاخدها المية عشان كلها تتحول من ليكويد لفيبور اكتر من كميه الحراره اللي بتاخدها الميه عشان درجه حرارتها تزيد من 0 ل 100. اتفقنا؟ طيب كده خلصنا كل اسئله اللي تشوز. يلا بينا نخش على اسئله الساينتفك تيرم. بيقول لك ايه؟ any substance can flow، ده الفلويدز، اي ماده تقدر تعمل فلو من الفلويدز اللي هم الليكويد والجاز، يبقى هنا فلويدز. السؤال اللي بعده the mass of unit volume of a substance density. mass of unit volume density the ratio of the density of certain substance to the density of pure water at 4. الريشيو بين الدنسيتي بتاعت الماده للدنسيتي بتاعت الميه عند درجه حراره 4، يبقى دي relative density. The sum of kinetic energy and potential energy of the molecules of a body or system. مجموع البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي internal energy. السؤال اللي بعده quantitative description of the hotness or coldness of the body. وصف عادي بيعرفني قد ايه الماده سخنه او قد ايه الماده ساقعه. قلت لك كمان هو بيقيس لي مقدار الكاينيتيك انرجي، يبقى ده التمبريتشر. قلت لك الافريج كاينيتيك انرجي. اللي بعده the thermal energy transferred from or to or through the body. يعني كميه الحراره او كميه الثيرمال انرجي اللي بتخرج من الجسم او بتدخل الجسم او بتمشي خلال الجسم هي الاماونت اوف هيت. اللي بعده amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius. كميه الحراره اللي بيحتاجها الكيلو من الماده عشان يزيد 1 سيليزيوس specific heat. organisms that sustain their internal body temperature independent of surrounding environment. كائنات حيه بتحافظ على درجه حراره جسمها وما بتعتمدش على درجه حراره الجو. warm blooded organisms. اللي بعده organisms that depend on external source to regulate their body temperature. كائنات حيه بتعتمد على الجو الخارجي عشان تظبط درجه حرارتها. cold blooded organisms. السؤال اللي بعده the emitted heat energy from a unit mass of the substance during its conversion from gas state into liquid state. كميه الحراره اللي بتاخدها الماده عشان تتحول من جاز لليكويد without change in temperature. خد بالك دي latent heat of condensation. الثانيه كان اسمها latent heat of vaporization، هي كميه الحراره اللي بتاخدها الميه عشان تتحول من ليكويد لجاز، دي اسمها latent heat of condensation. ندخل على الكويستشن الاخير. بيقول لك ايه؟ the emitted heat energy from a unit mass of the substance during its conversion from gases to liquid without change in temperature. كميه الحراره اللي بتخرج من الماده لما تتحول من جاز لليكويد بدون تغير في درجه الحراره. فكره هي كميه الحراره اللي بتاخدها الماده عشان تتحول من جاز لليكويد بدون تغير في درجه الحراره. يعني هي اللاتنت هيت اوف vaporization. latent heat of vaporization. Give reason for the density of pure substance doesn't change when the mass or volume of the sample taken from it change. طيب بيقول لك هو ليه الدنسيتي بتاعت الماده ما بتتغيرش طالما هي نفس الماده مهما اختلف الماس والفوليوم؟
هتقول له ان الدنس ديت حاجه كاركترستيك الماده because density is characteristic for each substance. لان الدنس ديت هي حاجه خاصه بكل ماده. وخد بالك برضو الدنس ديت حاجه كاركترستيك فور ايتش سبستنس. مش بس كده، معنى كده ان الريشيو بين الماس والفوليوم هيفضل ثابت. so the ratio between mass and volume remains the same. الريشيو بين الماس على الفوليوم هيفضل زي ما هو for same substance. Density has a unit of measurement while relative density has no unit of measurement. تمام؟ ليه الدنسي عندها يونت لكن الريلاتيف دنسي ما عندهاش يونت؟ تقول له because density. انا هقول لك الاجابه وانت اكتبها. because density عشان الدنسي مالها مثلا الدنسي بتساوي ماس على فوليوم. يعني انت بتقسم حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. because density is equal the division of two different factors. علشان الدنسي بتساوي مقسوم two different factors اللي هو الماس على الفوليوم، فطبيعي يبقى ليها يونت. while the relative density is the ratio between the density of substance and the density of the water. So it's the ratio between the two densities او the two same factors. يعني من الاخر عشان حضرتك لما بتجيب الريلاتيف density بتقسم density على density، فاليونت اللي فوق بتطير مع اليونت اللي تحت. يبقى تقول له تاني because the density is the division of mass على volume بين قوسين كده two different factors. While relative density is the ratio between the density of substance to the density of water the same factor اللي هو الدنسي. لما بتقسم دنسي على دنسي اللي هو السيم فاكتور اليونتس بتطير مع بعض. طيب رقم سي the presence of mercury in the hydrometer bulb. ايه اهميه وجود الميركوري في الهيدروميتر بالب؟ بيعمل vertical stabilization. It's important for the vertical stabilization او vertical balance. The freezing of lake water in polar region begin at the surface rather than the bottom. ليه؟ سؤال رقم دي طبعا انا هقوله لك وانت اكتبه. ليه تجمد الميه في البولار ريجن بيبدا من السطح؟ تقول له كده because when the water temperature get decrease او get less than 4 بسبب ان الووتر temperature لما تبقى اقل من 4 the density decrease and the water float, and when the water float reaching the temperature of 0 Celsius forming ice, and the ice has low density than water, so the ice float on the surface of the water making an insulating layer. تعال نقولها تاني. هو بيقول لك ليه في المناطق في البحيرات القطبيه التجمد بيبدا من فوق؟ تقول له عشان الميه هو السائل الوحيد لما درجه حرارتها بتقل عن 4 الدنسيتي بتاعتها بتقل فبيطلع لفوق. because water is a liquid when its temperature decrease less than 4 لما درجه حرارتها بتقل عن 4 the density decrease so the water float, and when it freezes making ice its density decrease. تمام؟ and the ice float on the surface of the water making an insulator. سؤال اي يعني هو السؤال اللي قبله بيقول لك ايه من الاخر؟ بيقول لك ليه الميه بتبدا تجمدها من فوق؟ بكل بساطه تقول له كده لان الميه لما درجه حرارتها بتقل الدنسيتي بتقل، فالميه اللي درجه حرارتها قلت بتطلع لفوق. التلج الدنسيتي بتاعته قليله فبيطلع لفوق بكل بساطه. طيب خد بالك اي سائل مش كده، لان اي سائل لما بيتجمد الدنسيتي بتاعته بتبقى عاليه. بيقول لك السؤال اللي بعده اي fish live without freezing in frozen lake or rivers. ليه الفيش بتعيش في الفروزن ليكس من غير ما تتجمد؟ تقول له كده بكل بساطه because when the water freeze it floats up due to decrease in density. لان الميه لما بتتجمد بتعمل فلوت بسبب ان هي عندها نقص في الدنسيتي. and the ice make an insulator او بسبب والايس بيعمل عازل between the cold air and the water which keep the temperature of the water in the deep at temperature 4. وده بيخلي درجه حراره الميه تحت عن درجه حراره 4. يبقى تاني فبالتالي الميه مش تتجمد. يبقى مره تاني هو بيقول لك ليه السمك بيقدر يعيش في الميه؟ تقول له بكل بساطه because when the water freeze its density decrease and the ice float making insulator between the cold air and the water. تمام؟
which keep the temperature of water at 4 Celsius and keep the fish without freezing. طيب when the water result from the melting of ice enter the ocean it floats and doesn't sink. ليه الميه اللي بتيجي من ذوبان التلج لما تخش الاوشن بتطفو مش بتغرق؟ طيب انت تقول له كده ايه؟ because the melting ice، عشان الايس. هو بيقول لك ليه لما التلج بيدوب في الميه المالحه، خد بالك هو بيقول لك انت عندك تلج في محيط، ليه لما التلج بيدوب بيبقى ميه، يعني ليه لما التلج يبقى ميه يبدا الميه بتاعت التلج دي تطفو لفوق. اشمعنى يعني؟ يعني انت لو عندك دلوقتي ميه محيط وحطيت فيها حته تلج، التلج ده بعد ما هيبقى ميه هتلاقي الميه بتاعته فوق. طبعا حضرتك ليه؟ لان الميه بتاعت التلج ديت فريش ووتر، والفريش ووتر عندها لو دينستي فبتطلع لفوق بكل بساطه. because the melting of ice forms بيكون fresh water، والفريش ووتر ديت which has less density than ocean water. طب هي ليه عندها less density عن الاوشن ووتر؟ لان الاوشن ووتر ديت ميه مالحه فالدنسي بتاعتها عاليه، فالتلج او ميه التلج بتطلع لفوق. less density than ocean water which makes it float. water has a specific heat compared to other liquid. ليه الميه عندها high specific heat؟ بسبب وجود الهيدروجين بوند due to the presence of hydrogen bond. السؤال اللي بعده water is used as a coolant in car engine and factories. ليه الميه بنستخدمها كمبرد في محركات السياره وفي المصانع؟ تقول له because water has high specific heat، لان الميه عندها specific heat عاليه which makes it absorb a lot of heat، وده بيخليها تمتص كميه حراره من غير ما درجه حراره الميه تتغير، عشان كده بستخدمها كمبرد. يبقى تقول له because water has high specific heat which makes it، وده بيخليها absorb a lot of heat، وده بيخليها تمتص كميه حراره كتيره جدا من الحاجه اللي هي تقع عليها من غير ما درجه حراره الميه تتغير without significant، من غير تغير ملحوظ change in temperature، بدون تغير ملحوظ في درجه الحراره. اللي بعد large bodies of water moderate the temperature of their surroundings area. large bodies of water بتظبط درجه حراره المناطق المحيطه بيها. تقول له كده because water has high specific heat which makes it absorb the absorb the heat of the sun. بسبب ان الميه عندها high specific heat فبتمتص درجه حراره الشمس. دي رقم حاجه، دي رقم واحد. رقم اتنين بقى تحكي له على السي بريز and the high specific heat of water cause sea breeze. When the sand gets hot it makes the air above it hot and has low density. So the air above the sand rise up and the cool air above water comes to it. هتلاقي ان الكول اير جاي مكانه. بس احكي له بقى الكلام ده كله شارحينه بالتفصيل لحضرتك. يعني هو بيقول لك ليه الميه بترطب المناطق اللي حواليها؟ بسبب السي بريز. تقول له اول حاجه الميه بتمتص كميه حراره كتيره جدا من الشمس. Water can absorb a lot of heat from the sun تمام without a significant change in its temperature. ده رقم واحد. رقم اتنين تقول له كمان خد بالك ان الميه دي بتسبب حاجه اسمها سي بريز فبتخلي فيه هواء طول اليوم. and the sun gets hot before water which makes the air above the sun hot. وده بيخلي الهواء فوق الصن hot فوق الساند. the sand get hot. واحد انا مطبق على المعاصر ده مش راضي يخلص. اول مره شفت كميه الاسئله دي في درس، بس يلا مع بعضنا. تاني بيقول لك هنا اهو الواحد بيربع وهيفوق لك. بيقول لك هنا اهو ليه الميه بتظبط درجه الحراره؟ تقول له بسبب السي بريز because the air above the sand gets hot and it has low density so it rises up while the air above the water is cool so it comes to the sand. هتلاقي ان الاير اللي فوق الميه جاي مكان الاير بتاع الساند. طيب اللي بعده
The high latent heat of vaporization of water. ليه الميه عندها high latent heat of vaporization؟ because او due to the presence of hydrogen bond. الهيدروجين بوند ديت هي اللي بتخلي الميه تفضل تمتص حراره، الحراره اللي بتخش لها بقى ديت عماله تكسر الهيدروجين بوند، فبتخلي الميه تفضل تمتص حراره تمتص حراره تمتص حراره من غير ما درجه حرارتها تزيد. تمام؟ عشان كده عندها هاي latent heat of vaporization. اخر سؤال. The importance of high latent heat of vaporization of water for the living organism. ايه اهميه الهاي latent heat of vaporization for the living organism؟ تقول له it absorb a lot of heat from the sun and help the living organism to cool their body through sweat or through transpiration. انا طبعا شرحتها لك بالتفصيل. هو بيقول لك ايه اهميه ان الميه عندها هاي latent heat of vaporization؟ تقول له كده ان الميه ديت بتمتص حراره كتير جدا من الشمس وبتاخد الحراره دي وتتبخر. تمام؟ وده بيساعدنا ان احنا نعمل cool to our body through sweat او transpiration بالنسبه للنبات. السؤال اللي بعده. What happens when increase the temperature؟ طبعا هسيب لك ايه اسئله الجيف ريزون، هكتب لك حلها كله بالظبط عشان هي مفيش مكان ومفيش وقت والفيديو طويل قوي. What happens when increase the temperature of body concerning its density؟ ايه اللي يحصل لما ازود درجه حراره الجسم بالنسبه للدنسيتي؟ when increase the temperature of the body، لما بنزود درجه حراره الجسم the molecules get away from each other، المولكيولز بتبعد and the volume increase while the density decrease. يبقى ده اللي هتقوله لي. when the temperature increase the molecules of the body get away from each other which makes the volume increase and the density decrease. السؤال اللي بعده بيقول لك compare. قارن ما بين التمبريتشر and the amount of heat بالنسبه للديفينيشن والانترناشونال ميجرمنت او الانترناشونال يونت اوف ميجرمنت. نبدا بالتمبريتشر. كنا بنقول على التمبريتشر it's a quantitative description of how hot or how cold the body. التمبريتشر بتعرفني قد ايه الماده ديت هوت او قد ايه الماده دي كولد. طيب درجه حراره او اليونت بتاعتها بس بالانترناشونال يونت هي الكلفن. ده بالنسبه للتمبريتشر. خش على اللي بعده. بعد التمبريتشر عندي ايه يا مستر؟ عندي الاماونت اوف هيت. تقول لي كده it's the thermal energy that transfer، هي كميه الحراره اللي بتنتقل من او الى او خلال الجسم. that transfer from or to or through the body. طب الاماونت اوف هيت بتقاس بايه؟ بتقاس بالجول. بس كده. السؤال اللي بعده. Celsius scale and Kelvin scale in terms of freezing point and boiling point. يلا بينا. ماشي. هنعمله هنا. طبعا البويلنج بوينت للميه تبقى 100 سيليزيوس. 100 سيليزيوس ديت انا عايز لو انا عايز احولها لكلفن هزود عليها 273 تبقى 373 كلفن. طيب الفريزنج بوينت بالنسبه للميه 0 سيليزيوس، لو انا عايز احولها لكلفن ازود عليها 273 هتبقى عندك هنا 273 كلفن. بس دايما لما بنحول من سيليزيوس لكلفن بتزود عليها 273. سهل قوي. السؤال اللي بعده. warm blood organisms and cold blood organisms in terms of method of regulate their body temperature. طيب هتقوله بكل بساطه وعايز examples. الورم بلاد organisms they are living organisms that keep their body temperature no matter the temperature of surrounding. هم عباره عن كائنات حيه بيحافظوا على درجه حراره جسمهم ما يهمهمش درجه حراره السراوندينج. لكن الكولد بلاد organisms they are living organisms هم عباره عن كائنات حيه that change the body of their temperature according to surroundings، بيغيروا درجه حرارتهم تبعا للسراوندينجز. اكزامبل الورم بلاد اورجانيزمز زي الماملز من ضمنهم الهيومنز والانيمالز والويلز وكمان البيردز. طيب الكولد بلاد اورجانيزمز زي فيرتيبريتس من ضمن الفيرتيبريتس الفيش والامفيبيانز والريبتايلز. طبعا الفيش السمك، الامفيبيانز اللي هم البرمائيات الكائنات اللي بتعيش في البر والبحر، والريبتايلز الزواحف، والانفيرتيبريتس
زي الارثروبودز والمولسكس، المفصليات والرخويات، واحنا شرحناها لك بالتفصيل. طبعا ده كلام حفظ. mention the factors affecting each of the dynasty. ايه الحاجات اللي بتأثر على الدينستي؟ الماس والسبيس between molecules. الحاجتين دول بيأثروا على الدينستي. اللي بعده the amount of heat lost or gained by substance when its temperature change. كمية الحرارة اللي بيكتسبها الجسم او بيفقدها لما درجة الحرارة تتغير. طيب كمية الحرارة الكيو بتساوي ام تايمز سي تايمز دلتا تي. هما الثلاثة دول اللي بيأثروا على كمية الحرارة. يبقى أول حاجة الماس، تاني حاجة سبيسيفيك هيت، تالت حاجة ديفرنس ان تمبريتشر. يبقى دول الثلاث حاجات اللي بيأثروا على الكوانتي اوف هيت. تقول له ماس، سبيسيفيك هيت اند ديفرنس ان تمبريتشر. اللي بعده بيقول لك the opposite figure represent the relation between the density of pure water، ما بين الدنسيتي بتاعت المية والتمبريتشر عند اكس. طبعا دي واضحة جدا قانون الدنسيتي، بس هو بيقول لك عايز الدنسيتي بالكيلو جرام بر متر كيوب. مبدئيا كده اكس ديت 4 سيليزيوس لان هي عندها اعلى دنسيتي. طب اعلى دنسيتي بكام؟ 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. سؤال سهل. خش على question number 7. بيقول لك the opposite graph represent the relation between mass m of different quantities of pure water and the volume v. ماشي، ما بين الماس m والفوليوم v. what do you expect؟ ايه اللي انت تتوقعه؟ عايز اعرف التمبريتشر بتاعت الميه. طب مبدئيا كده امسك اي نقطه اقسم فيها الماس على الفوليوم. امسك النقطه ديت، الماس ب 10 والفوليوم ب 10 عشان تجيب الدنسيتي. ها، ماس على فوليوم يطلع 10 على 10 يطلع ب 1. هو بيقول لي تفتكر درجه حراره الميه كام؟ طب هو امتى الدنسيتي تبقى ب 1 جرام بر سنتيمتر كيوب؟ لما درجه الحراره تبقى 4. اذا مبدئيا كده درجه الحراره 4. تاني هو مدي لك جراف ما بين الماس والفوليوم، يقول لك ده الجراف ده بيعبر عن الماس والفوليوم بتوع الميه. قسمتهم على بعض لقيتهم قد بعض بالظبط، يعني الدنسيتي ب 1. يبقى كده درجه الحراره كام؟ 4، لان عند درجه حراره 4 بس الدنسيتي بتبقى ب 1. حلو. عايز يعرف الماس بتاعت 500 سنتيمتر كيوب اوف ووتر عند نفس درجه الحراره. نفس درجه الحراره يعني 4 صح؟ يعني الدنسيتي ب 1. طالما الدنسيتي ب 1 يبقى الماس قد الفوليوم. الفوليوم 500 سنتيمتر كيوب يبقى الماس تبقى 500 جرام. بس كده. Analyze the opposite graph and deduce what happens to water density with the change in temperature. قول لي ايه اللي بيحصل للwater density in the change in temperature. طب دي سهله قوي. تقول له بقى when the temperature is اول حاجه more than 4 Celsius. احكي بقى. when temperature is more than 4 Celsius the water molecules get away from each other and the volume increase while density decrease. when the water temperature equals 4 Celsius the water molecules get closer to each other and the volume decrease while density increase. when the temperature less than 4 Celsius لما درجة الحرارة تبقى أقل من 4 Celsius the water molecules get closer to each other but they form many and many hydrogen bonds so they get away forming hexagonal crystals and the volume increase while density decrease. شطبناها لك وكنا محفظناها لك والدنيا زي العسل. يبقى انت تحكي له الثلاث حالات لما درجه الحراره اقل من 4 بتساوي 4 اكتر من 4. تمام. اللي بعده اكسبلين هاو. طبعا هو هنا الجراف دوت ما بين الفوليوم والتمبريتشر، ما تتخدعش، وعايز الدنسيتي والتمبريتشر يبقى عكسه. explain how the behavior of water differ from other liquids when studying the effect of changing temperature on density. ازاي الميه بتختلف عن الاذر ليكويد؟ هتحكي له بقى في اللو تمبريتشر at when the temperature is less than 4. هنقولها كده بالنسبه لاي ليكويد والميه. طب احكي له امتى؟ when the temperature less than 4 Celsius the particles of any liquid get closer to each other and the volume decrease while density increase. but in water في الميه when the temperature less than 4 when the particles get closer to each other they form many and many hydrogen bonds forming hexagonal crystals of water. كون لي hexagonal crystal of water and then the volume increase while density decrease. حلو. طيب بيقول لك هنا explain how the قلنا لي give an example of how the change in temperature and water density can affect living organism in aquatic environment. ازاي التغير في درجه الحراره والدنسيتي بيأثر على حياه الكائنات الحيه في الميه. احكي له بقى البولار ليكس. يلا بينا. when او in polar lakes when the temperature of the water
is less than 4 Celsius. So the density of water decrease, making it float. And when it reaches the freezing point, forming ice, the ice has lower density, so the ice float. الايس بيبقى عامل float كده زي ما انا حكيتها لك. And the ice forming insulating layer. الايس بيعمل لي insulating layer which insulate between the cold air and the water, which keeps the liquid water and keeps the life of the living او aquatic living organism. يعني انت هتحكي له من الاخر لما التلج بيطلع لفوق ويعمل انزيوليتور ويمنع بين الكولد اير والميه، فيخلي الميه زي ما هي ليكويد ويخلي السمك عايش زي ما هو. طيب اللي بعد، يعني مش عارف انا الفيديو الغير منتهي لحل اسئله المعاصر. How can you increase the density of water that was at room temperature in two methods؟ ازاي نزود الدنسيتي بتاعت الميه اللي موجوده في درجه حراره الغرفه بطريقتين. حلو. اول حاجه عشان ازود الدنسيتي بتاعت الميه ان انا اقلل درجه حراره الغرفه ل 4. دي سهله قوي. يبقى اهو decrease the temperature of water to 4 Celsius. لما حاجه هتقلل درجه حراره الميه ل 4 ساعتها الموليكيولز هتقرب من بعض فالفوليوم هيقل والدنسيتي هتزيد. تاني حاجه انك تضيف ملح. ما انت لما تضيف الملح للميه هو بيقول لك انا عايز طريقتين ازود بيهم الدنسيتي بتاعت الميه. لما تضيف ملح المسه تزيد فالدنسيتي هتزيد، او increase او add salt، اضافه ملح. اللي بعده mention the factors that affect the density of water in the ocean. explain the effect of each. وضح الحاجات اللي بتاثر على على الدنسيتي بتاعت ميه المحيط. لو انت فاكر اول حاجه كانت البريشر، تاني حاجه سالينيتي، تالت حاجه تمبريتشر. يلا بينا بقى ابدا معايا بقى بالبريشر. at deep area the pressure increase so the molecules get closer to each other, volume decrease, density increase. ده في الديب area. salinity when amount of salt increase the mass increase and density increase. temperature تقسمها له اقل من 4 اعلى من 4. ظبطنا الكلام. in the opposite figure explain why the density of water at point y is greater than point x. ليه الدنسيتي في y اكبر من x؟ because at point y علشان عند point y there is high pressure. عند point y في ضغط عالي جدا. so the water molecules get closer to each other. الووتر molecules هتقرب من بعض. so the volume decrease and density increase. بس اللي بعده analyze the data pressure in the opposite table then answer the following. what are the factors on which the specific heat of matter depend؟ ايه الحاجات اللي بتعتمد عليها السبيسيفيك هيت؟ كده الحاجات دي معروفه. اول حاجه type of substance، اكتبوا بقى type of substance. تاني حاجه الفيزيكال ستيت. اخر حاجه البيوريتي. دي الحاجات اللي بيعتمد عليها السبيسيفيك هيت. which of three states of water has the greatest value of specific heat؟ مين من دولت عنده اعلى سبيسيفيك هيت في حالات الميه؟ التلج ولا الميه ولا الفيبور؟ الميه كده لان الميه عندها اعلى سبيسيفيك هيت. وانت لو جيت هنا هتلاقي ان الووتر فيبور السبيسيفيك هيت بتاعته 2020، الايس السبيسيفيك هيت بتاعته 2100، والبيور ووتر 4200. اذا بكل بساطه اعلى سبيسيفيك هيت عند البيور ووتر. يعني هي ابطا حاجه تسخن وابطا حاجه تبرد وبتاخد كميه حراره كبيره جدا عشان تسخن. اللي بعده considering the different specific heats of land and sea water explain the phenomena of the sea breeze. باعتبار فرق السبيسيفيك هيت ما بين اللاند والسي ووتر وضح السي بريز. حلو خالص. انت بقى اكتبها لي وين. طبعا نشرحها كده. عندك هنا رمله وعندك هنا ميه. تقولوا كده ايه؟ the sand. اول حاجه الساند has low specific heat so it gets hot. الساند ده بسبب الشمس it gets hot. make the air above it hot. هتخلي الاير اللي فوقيها hot air. while water has high specific heat
So it doesn't increase the temperature significantly. درجة حرارتها مش هتزيد بشكل كبير، وبالتالي the air above it is cold air. The air above the sand is a hot air and has low density. لأن هو hot air عنده low density. So the hot air moves up. الهوت air هيطلع لفوق. And the cold air comes towards it. الكولد air هيمشي من ناحية المية لناحية الرملة. On the opposite figure, draw arrow to indicate the direction of air current. Identify which of these current represents sea breeze. ماشي. مبدئيا كده هو جايب لك هنا رملة ومية. الرملة فوقيها هوت اير، الهوت اير دوت عنده دنسيتي قليله فيبدا يطلع لفوق. طب الميه فوقيها كولد اير، فالكولد اير هيجي يعوضه كومبنسيت ذا هوت اير. الكولد اير هو جاي دوت هو كده بالنسبه لي السي بريز. السؤال اللي بعده explain why the specific heat of water is critical factor. ليه the specific heat of water is critical factor in the sustainability of marine life. Because due to the high specific heat of water, the temperature of water doesn't change significantly. So it keeps its temperature which cause the stability of the marine life. طب تعالى نظبطها كده، تعالى نكتبها. هو بيقول لك هنا ليه السبيسيفيك هيت بتاعت الميه ده عامل مهم جدا في استمرار الحياه البحريه. تقول له كده because the water has high specific heat. عشان الميه عندها high specific heat which makes it، وده بيخليها doesn't change the temperature of it significantly. يعني بسبب ان الميه عندها high specific heat فهي مش هتغير درجه حرارتها بشكل كبير. and keeps the temperature of water almost the same. which keep the marine life stable. وده بيحافظ على الحياه البحريه. لان تخيل كده الميه لو كانت درجه حرارتها بتختلف ساعتها الكائنات الحيه ما كانتش هتقدر تحافظ على درجه حرارتها، وساعتها الكائنات الحيه البحريه هتموت. assuming the specific heat of water is low، باعتبار ان السبيسيفيك هيت بتاعت الميه قليله. what would be the impact on that of marine life. لو السبيسيفيك هيت بتاعت الميه قليله ساعتها الميه هتغير حرارتها بشكل كبير اهو. the water change the temperature of it significantly. لو الميه كانت السبيسيفيك هيت بتاعتها قليله كانت الميه هتغير درجه حرارتها بشكل كبير which may lead to the death of many marine organisms. لان الميه لو كانت بتغير درجه حرارتها الكائنات البحريه اللي عايشه في الميه ما كانتش هتقدر تحافظ على درجه حرارتها وبالتالي هتموت. If the relative density of aluminum is 2.7 and the density of water at 4 is 10 power 3 kilogram per meter cube, calculate the density of aluminum. حاضر. انت عارف ان الريلاتيف density equal الدنسي بتاعت السبستانس على الدنسي بتاعت الووتر. انت معاك الريلاتيف دنسي ب 2.7 ايكوال الدنسي بتاعت السبستانس اللي احنا عايزين نحسبها على الدنسي بتاعت الووتر اللي هي 10 باور 3. حلو خالص. انا عايز اجيب الدنسي بتاعت السبستانس يبقى هضرب 10 باور 3 تايمز 2.7 كروس مالتيبلاي 10 باور 3 تايمز 2.7 تطلع معاك 2700. يبقى الدنسي بتاعت السبستانس equal to 2700 كيلو جرام بير متر كيوب. اللي بعده the opposite figure show a graduated beaker containing a sample of canal water. اللي قدامك دوت بيكر مدرج بيحتوي على ميه من الكانال او ميه من القناه. when a hydrometer is placed in a sample it shows that the relative density of the sample is 1.02. دي relative density. what is the mass of canal water sample in the beaker. طيب relative density ب 1.02
يعني برضو طالما ريلاتيف دينستي يبقى الدينستي بتاعت الماده برضو ب 1.02. ليه؟ لان انت هتقسم 1.02 طالما بتعامل بالجرام على بالسنتيمتر كيوب تقسمها على 1، لان انت بتقسم الدينستي بتاعت الماده على الدينستي بتاعت الووتر فيطلع معاك 1.02. يبقى الريلاتيف دينستي قد الدينستي بتاعت الماده. في حاله ان هي بالجرام بالسنتيمتر كيوب الريلاتيف دينستي هي الدينستي بتاعت السبستنس. يبقى هنا الدينستي ايكوالز 1.02. طيب انت عارف ان الدينستي ايكوال ماس على فوليوم. هو هنا بيسالك على الماس، يبقى الماس بتساوي دينستي في فوليوم. اقول له هنا ماس ايكوالز دينستي تايمز فوليوم ايكوالز الدينستي بكام؟ 1.02 تايمز الفوليوم بكام؟ تعال لي هنا الفوليوم ب 60. اضرب يا باشا 1.02 تايمز 60 هوبا يطلع معاك 61.2 جرام بكل بساطه. السؤال اللي بعده A quantity of pure water whose volume at temperature of 4 Celsius equal 1 meter cube. quantity من الميه الفوليوم بتاعها عند 4 سيليزيوس ب 1 متر كيوب. طبعا 4 سيليزيوس يعني الدنسيتي ايكوال 1 جرام سوري 1000 عشان هنا 1 متر كيوب. الدنسيتي هتبقى 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. حلو. is cooled until it freeze. calculate the increase in its volume when it turns into ice of density كذا. مديك الدنسيتي ومديك هنا الفوليوم القديم بتاعه، عايزك تحسب الزياده في الفوليوم. طيب مبدئيا كده انت كان عندك دنسيتي ب 1000 وعندك فوليوم ب 1 متر كيوب. اول حاجه جيبها الماس ايكوال دنسيتي تايمز فوليوم اهو من القانون اللي فوق ايكوالز الدنسيتي بتاعت الميه ب 1000 تايمز فوليوم 1 يطلع معاك 1000 كيلو جرام. يبقى انا عملت ايه؟ انا بكل بساطه طبعا لا اصبر ثانيه كده تمام زي الفل. بكل بساطه انا ضربت الدنسيتي في الفوليوم عشان اجيب الماس. انا كده معايا الماس ثابته. حلو خالص. هو بيقول لك بقى ايه؟ انا تلكت الميه الدنسيتي بتاعتها وصلت لكده، الفوليوم بتاعها هيبقى قد ايه؟ خد بالك ان الفوليوم كان 1 متر كيوب. تعال نحسب الفوليوم. الماس كده كده ثابته صح؟ انت عايز تحسب الفوليوم. الفوليوم هيساوي الماس على الدنسيتي من القانون. الفوليوم بيساوي ماس على الدنسيتي ايكوال الماس بكام؟ لسه حاسبينها ب 1000 على الدنسيتي بكام؟ 917 ده بعد التتليج بعد ما اتلجت. يبقى 1000 ديفايد 917 يطلع معاك ب 1.09 متر كيوب. لو حضرتك بتفهم هي كانت 1 متر كيوب بقت 1.09 متر كيوب، اذا الزياده هتبقى 0.09 متر كيوب. دي الزياده، ده فرق الفوليوم. If you know that the boiling point of ethyl alcohol is 78 on the Celsius, calculate boiling point on the Kelvin. طيب درجه الحراره بالكلفن بتساوي درجه الحراره بالسيليزيوس بلس 273 equal 78 بلس 273 تطلع معاك 78 بلس 273 تطلع معاك 351 كلفن. السؤال اللي بعده What is the value on Kelvin scale that is equal to 4 times its corresponding value on the Celsius scale؟ ايه الفاليو بالكلفن اللي قيمتها 4 اضعاف السيليزيوس؟ طيب يعني انت عايز الفاليو بالكلفن اللي قيمتها 4 اضعاف بالسيليزيوس. طب مبدئيا كانت التمبريتشر بالكلفن بتساوي التمبريتشر بالسيليزيوس بلس 273. حلو. التمبريتشر بالكلفن انا عايز اخليها 4 اضعاف السيليزيوس صح؟ يعني انا هقول مثلا ال4 تمبريتشر سيليزيوس ايكوال تمبريتشر سيليزيوس بلس 273. انا عايز بالكلفن تبقى 4 اضعاف السيليزيوس فعوضت عن التمبريتشر بالكلفن ب 4 تمبريتشر سيليزيوس. معنى كده ودي ده باوبوزيت ساين هتتروح بالماينس يبقى ال 4 تمبريتشر بالسيليزيوس ماينس تمبريتشر سيليزيوس ايكوال 273 يطلع معايا ال 3 تمبريتشر سيليزيوس equal 273. يبقى التمبريتشر بالسيليزيوس هعمل ديفايد 3 يطلع معاك 91. حلو. تعالى بقى نجيبها بالكلفن. التمبريتشر بالكلفن بتساوي التمبريتشر بالسيليزيوس بلس 273 يبقى اهو بلس 273 تطلع معاك 364. دلوقتي بقى انت لو جبت التمبريتشر بالسيليزيوس كده حسبناها ب 91 ضربتها في 4
تطلع معاك ب 364 كلفن. يعني هنا احنا جبنا درجه ان قيمه الكلفن 4 اضعاف السيليزيوس. تمام، سهله قوي ومساله معادله بسيطه خالص. A cover of piece of mass 0.3 كيلو جرام. عندك بيس كبر، البيس بتاعتها ب 0.3 كيلو جرام يبقى ديت الماس. هات temperature of 20 سيليزيوس. ماشي، نحاس درجه حرارته 20 سيليزيوس. and if it absorbed amount of heat كذا، دي الاماونت اوف هيت يعني دي quantity of heat. calculate the final temperature، عايز يعرف التي 2. قلت لك لما تيجي تحسب التي 2 لازم نحسب الدلتا تي. طيب احنا عندنا قانون كده بيقول لك ان الكيو سي بتساوي ام في سي في دلتا تي. انا عايز احسب الدلتا تي، يبقى دلتا تي بتساوي الكيو على ام في سي. دلتا تي ايكوالز كيو ديفايد ام تايمز سي ايكوال. الكيو بكام عند حضرتك؟ هو مديها لك اهو 5850 على الام 0.3 تايمز السي 390. احسب بقى 5850 ديفايد 0.3 تايمز 390 هوبا يطلع معاك 50. يبقى انت كده جبت قيمه الدلتا تي، جبت قيمه الدلتا تي ب 50. يعني كده تحت الدلتا تي ايكوالز 50. طب مش الدلتا تي ديت ايكوالز تي 2 ماينس تي 1؟ هو كان عايزك تحسب ايه؟ هو عايز يحسب الفاينل تمبريتشر، يعني عايز التي 2. انت كده معاك الدلتا تي، وخد بالك هو مديلك الانيشال تمبريتشر ب 20، يعني انت معاك الدلتا تي ومعاك التي 1. كده انت ناقصك تجيب التي 2. اقول له اذا تي 2 ايكوالز دلتا تي بلس تي 1. يلا التي 2 ايكوالز 50 بلس تي 1 اللي هي بكام؟ تي 1 ديت ب 20 تطلع معاك ب 70. يبقى تي 2 ب 70. كل سنه وانت طيب. تي 2 ايكوالز 70 بس. A piece of aluminum its temperature is 30 Celsius. ماشي. Gain the amount of heat of 500 joule. اخد كميه حراره 500 جول. So its temperature rose to 310 Kelvin. ماشي. هو كان 30 سليزيوس زاد ل 310 كلفن. مبدئيا كده انا بحب بس ايه نشتغل بوحده واحده. انا اخليها سليزيوس، فانا هحول من كلفن لسليزيوس بعمل ماينس 273. يبقى 310 ماينس 273 تطلع معاك الاجابه 37 سليزيوس. يعني من الاخر هو كان 30 سليزيوس ب 37 سليزيوس. اول حاجه اعملها هو عايز يعرف الماس بتاعه الالومنيوم. انا عشان احسب الماس ايكوال كيو على سي تايمز دلتا تي ايكوال الكيو هو مديها لك بكام؟ فين الكيو؟ 500 ديفايد سي. السي هو مديها لك ب 900 اهي. في الدلتا تي هي كانت ب 30 بقت 37، يعني الفرق بينهم يبقى 7. يطلع معاك 500 ديفايد 900 تايمز 7 تطلع معاك الاجابه 0.07 كيلو جرام زي الفل. السؤال اللي بعده بيقول لك 50 كيلو جرام اوف هوت ووتر whose temperature is 90 سيليزيوس. ماشي. 50 كيلو جرام من الميه درجه حرارتهم 90 سيليزيوس. ضفناهم على 20 كيلو جرام من كولد ووتر التمبريتشر 20 سيليزيوس. determine the final temperature of water. ماشي. انا معاك 50 كيلو جرام من ميه سخنه درجه حرارتها 90 سيليزيوس، زودتهم على 20 كيلو جرام من ميه ساقعه درجه حرارتها 20 سيليزيوس. عايز اعرف الفاينل تمبريتشر هتبقى بكام. ماشي، تعالى كده نشوف. انت عندك ميه زودت عليها ميه، مش فاهم اللي حصل. انت عندك ميه زودت عليها ميه. الميه اللي كانت فوق ديت كانت 50 كيلو جرام ومديلك التمبريتشر ب 90 سيليزيوس. الميه اللي تحت ديت كانت 20 كيلو جرام والتمبريتشر 20 سيليزيوس. مبدئيا كده خلينا متفقين ان الميه السخنه هتسخن الميه الساقعه، يعني الحراره تنتقل من الميه السخنه للميه الايه؟ الساقعه، صح؟ يعني الميه الساقعه ديت هتكسب حراره. تمام؟ الحراره اللي هتكسبها الميه الساقعه اسمها كيو اللي هي كوانتي اوف هيت اللي هي بتساوي ايه؟ ام في سي في دلتا تي. والحراره اللي هتفقدها الميه السخنه اسمها كيو بتساوي ام في سي في دلتا تي.
الحراره اللي هتفقدها الميه السخنه هي نفس الحراره اللي هتكسبها الميه الساقعه. يعني الكيو اللي هتفقدها الميه السخنه، كميه الحراره اللي هتفقدها الميه السخنه هي كميه الحراره اللي هتكسبها الميه الساقعه. تعالى بقى نحسب كده مع بعض. حلو. يعني الام، خلينا نسمي الميه السخنه ديت ام ووتر 1، ونسمي الميه الساقعه ووتر 2. يعني ام 1 تايمز، تعالى بس نغير اللون عشان كده احنا ايه، يعني M1 تايمز C1 تايمز دلتا T1 equals M2 تايمز C2 تايمز دلتا T2. ليه؟ طبعا واحدة هتفقد واحدة تكتسب، اللي بتفقد بتبقى بالنيجاتيف. يعني خلينا نقول ان ديت تبقى بالنيجاتيف. تمام؟ تمام، لأن هي هتفقد. كده كده السبيسيفيك زي بعض، يطيروا مع بعض. يبقى نيجاتيف، سيبك من نيجاتيف، M1 تايمز دلتا T1 equals M2 تايمز دلتا T2. حلو. M1 بكام؟ M1 بالماس يعني بتاعت الأولى ب 50. يبقى 50 تايمز دلتا T1 ايكوالز هنا الماس الثانية 20. 20 تايمز دلتا T2. حلو. يبقى مبدئيا كده مش عارف أجيب مكان أكتب فيه. وصلنا إن 50 تايمز دلتا T1 ايكوالز 20 تايمز دلتا T2. تاني أنا عملت إيه؟ طبعا في هنا بنيجاتيف، في هنا نيجاتيف، بس عشان الدنيا تبقى واضحة. انا عملت ايه هنا؟ انا بقول لك بكل بساطه كميه الحراره، بكل بساطه كميه الحراره اللي هتفقدها، انت حطيت ميه 50 كيلو درجه حراره 90 على 20 كيلو درجه حرارته 20. كميه الحراره اللي هتفقدها الميه السخنه هي نفس كميه الحراره اللي تكسبها الميه الساقعه، صح؟ يبقى الكيو هنا قد الكيو هنا، يبقى ام في سي في دلتا تي الميه السخنه بيساوي ام في سي في دلتا تي الميه الساقعه. السي هتطير مع السي وكتبت ام في الدلتا تي. يبقى 50 تايمز دلتا تي 1، سيبك بقى من النيجاتيف، ايكوالز ان النيجاتيف ديت معناها ان هي بتفقد حراره وبتكتسب حراره، ايكوالز 20 في دلتا تي 2. حلو حلو. يلا تعالى بقى نعوض. 50 في دلتا تي 1، دلتا تي 1 القصد بتاعت السائل الاولاني، طب خلينا نخليهم دلتا تي اي ودلتا تي بي عشان بس ما نتلخبطش، دلتا تي اي ودلتا تي بي. يبقى 50 تايمز دلتا تي اي ديت هي عباره عن تي 2 ماينس تي 1، ده للسائل الاولاني اللي هو كانت درجه حرارته قليله، سوري عاليه، ايكوالز 20 تايمز تي 2 ماينس تي 1. هنا السائل الاولاني درجه حرارته كانت 90، والسائل الثاني درجه حرارته كانت 20. يبقى هنا تي 1 ب 90 وهنا تي 1 ب 20. اذا بكل بساطه التكاله بتاع معادله، تعالى تاني احلها لك في حته ثانيه عشان انت ما تتلخبطش. حاسس ان انت كده ايه، تعالى لي. لو انت فاكر احنا اخر حاجه وصلنا لها ان الام تايمز سي ده سائل A وده سائل B، ام تايمز سي تايمز دلتا تي ل A هو ام تايمز سي تايمز دلتا تي ل B. كده كده الاثنين زي بعض بقى، بس ده هيفقد حراره ده هيكتسب حراره، فواحد يبقى بالنيجاتيف وواحد يبقى بالبوزيتيف. السي هتطير مع السي لان كده كده الاثنين ميه، فالسبيسيفيك بتاعت الميه ثابته. يبقى الام في الدلتا تي ل A بيساوي الام في الدلتا تي ل B. طبعا ايه دوت اللي كان سخن، B اللي كان ساقع. ام هنا بكام؟ ام هنا كانت 50 تايمز دلتا تي ايكوالز ام هنا كانت 20 تايمز دلتا تي. تعالى بقى، يبقى 50 تايمز دلتا تي هنا بتساوي تي 2 ماينس تي 1. تي 2 احنا عايزين نحسبها، هو عايز الفاينل تمبريتشر تايمز ماينس تي 1. تي 1 هنا كانت ب 90 ايكوال 20 تايمز تي 2 ماينس تي 1. تي 2 انا عايز احسبها، ماينس تي 1 كانت ب 20. يلا يبقى الارقام ديت لازم نبقى واخدين بالنا ان هنا في نيجاتيف، لان في واحده بتعمل لوز والثانيه بتعمل جين. طيب تعال نظبطها كده. يبقى نيجاتيف 50 تايمز تي 2 ماينس 90 ايكوال 20 تايمز تي 2 ماينس 20. حلو. انا ممكن اقسم على 20 واريح دماغي، اعمل نيجاتيف 50 ديفايد 20 واعمل هنا ديفايد 20. يبقى نيجاتيف 2.5 تي 2 ماينس 90 ايكوال، طبعا 20 على 20 ب 1، تي 2 ماينس 20.
حلو جدا. طيب تعالى كده نشتغل، اضرب دي كده جوه، يبقى نيجاتيف 2.5 T2 ماينس نيجاتيف 2.5 تايمز نيجاتيف 90، نيجاتيف 2.5 تايمز نيجاتيف 90 تطلع ب 225 ايكوال T2 ماينس 20. طيب هعمل ايه بقى؟ هودي هناك واجيب دي هنا، تبقى عامله كده بالظبط. ودي هناك بالبلس واجيب دي بالبلس، يبقى نيجاتيف 2 صحيح دي مش تبقى نيجاتيف، تبقى بوزيتيف لان انا ضربت النيجاتيف جوه، فنيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف تبقى بوزيتيف. خلاص زي الفل. تعال ركز معايا اهو، لما ضربت ال 2.5 تايمز النيجاتيف 90 بقت بوزيتيف زي الفل كده صح. هجيب دي هنا واودي دي هناك، فيبقى 225 بلس 20 equal T2 بلس 2.5 T2، فيبقى 225 معنى كده هي تبقى 245 equal 3.5 T2. الجماعة دول على بعض اعمل ديفايد تطلع معاك ال T2 equals 70. شفت انا عملت ايه؟ هو من اول هنا الدنيا سهله قوي، طبعا هنا في نيجاتيف، من اول هنا الدنيا سهله قوي بقى. تكملها ماس، كمل يا باشا يا باشا ماس. يلا السؤال اللي بعده، عيش في الماس. السؤال اللي بعده يا رب الواجب يخلص. طيب خلصنا كده اسئله الايساي، تعال نخش على اسئله الهاي اوردر كويستشن. A flask containing sample of sea water، معاك فلاسك جواه سي ووتر was placed on the pan of a balance، تحطه على البان بتاعت البالانس او تحطه على كافه الميزان. The reading of balance for the water and the flask together 100 جرام. يبقى الفلاسك بالميه ب 100 جرام ماشي. As shown in the figure knowing that the density of sea water is كذا. What do you expect the volume of the sample؟ عايز يعرف الفوليوم. طيب الدنسيتي بتاعت الميه بكذا، عايز يعرف الفوليوم. الدنسيتي بتاعت الميه بكذا. طيب مش الدنسيتي ايكوال ماس على فوليوم؟ بس خد بالك الماس ديت بتاعت الاثنين على بعض، بتاعت مين ومين يا مستر؟ بتاعت الميه والفلاسك. تمام. طيب انا هستخدمها هنا واعتبر ان انا هستخدمها هنا. ال 100 جرام ديت يعني هي مبدئيا كده 100 جرام، وهو هنا مديني 1030 كيلو جرام بالمتر كيوب. انا هحولها لجرام بير سنتيمتر كيوب عشان نتعامل بس صح. يبقى هعمل ديفايد 1000 تطلع معاك 1.03. يبقى انت عندك هنا الدنسيتي 1.03. طيب انت عايز الفوليوم، يبقى 1.03 سوري عايز الفوليوم ايكوال الماس اللي هي 100 على الفوليوم ايكوال كده. الفوليوم هيبقى 100 اوفر 1.03 يطلع معاك 97. بس خد بالك الفوليوم كان هيبقى كده، الفوليوم كان هيبقى كده لو ال 100 دي الماس بتاعت الميه بس. انا حسبت عادي الفوليوم خالص، ماس على دينستي عادي خالص، بس الفوليوم كان هيبقى كده لو كانت الماس دي بتاعت الميه بس. طب سؤال، هل الماس دي بتاعت الميه بس؟ لا دي بتاعت الميه والفلاسك، يبقى اكيد الفوليوم اقل من كده. يبقى تاني انا عشان احسب الفوليوم هقسم الماس على الدينستي بكل بساطه. تاني يا بيه، عشان احسب الفوليوم بقسم الماس على الدينستي. تمام. هو هنا مش مديلك الماس بتاعت الميه، مديلك الماس بتاعت الميه والفلاسكايه، فانا قسمت الماس بتاعت الميه والفلاسكايه على الدينستي طلع لك الفوليوم. طيب هل دي فعلا الماس بتاعت الفلاسك بتاعت الميه بس؟ لا دي الماس بتاعت الميه والفلاسك. معنى كده ان الفوليوم اقل من 97. يبقى تاني انا اعتبرت ان الفوليوم 97 لو كانت الماس بتاعت الميه ب 100. طب هل الماس بتاعت الميه ب 100؟ لا الماس بتاعت الميه اقل من 100 لان 100 ديت هي عباره عن الميه والفلاسك، فالميه لوحدها تبقى اكيد اقل من 100. وسط ولا ما وصلتش؟ فطبيعي الفوليوم يبقى اقل من 97، يبقى less than 97. الاجابه سي. السؤال اللي بعده The opposite figure show a container containing amount of liquid X، عندك liquid X of relative density 2. ماشي X عنده relative density 2 يعني الدنسيتي بتاعته ب 2 and a mass M if an amount of liquid Y of relative density 1 يعني الدنسيتي بتاعته ب 1 لان طبعا انت هتقسم الدنسيتي على 1 فتطلع معاك ب 1 is added to the container with a mass M. عايز اقول لك ان الماس بتاعت X هي الماس بتاعت Y. ماشي.
and doesn't mix with the first liquid the surface level of liquid Y. حلو خالص. انت عندك liquid X عنده ماس M والدنسي بتاعته ب 2، الدنسي equal to Y عنده ماس M والدنسي بتاعته ب 1. حلو. هما الاتنين متساويين في الماس. طب ده الدنسي بتاعته عالية كبيرة يبقى الفوليوم بتاعه قليل، ده الدنسي بتاعته قليلة يبقى الفوليوم بتاعه عالي. تمام. طيب خد بالك ان اكس الدنسي بتاعتها ضعف واي. خد بالك اللي بقوله دوت، اكس الدنسي بتاعتها ب2، واي الدنسي بتاعتها ب1، يعني اكس الدنسي بتاعتها ضعف واي، ضعف واي. معنى كده ان فوليوم اكس نص فوليوم واي، هاف من فوليوم واي. تاني، مش الدنسي والفوليوم عكس بعض. هو بيقول لك اكس عندها دنسي ب2، واي عندها دنسي ب1، يبقى دنسي اكس ضعف دنسي واي. حلو. معنى كده ان فوليوم اكس نص فوليوم واي. اذا كان ده فوليوم اكس، ده طب مش فوليوم اكس نص فوليوم واي؟ يعني فوليوم واي ده الضعف. تاني، فوليوم اكس ده نص فوليوم واي، فوليوم اكس نص فوليوم واي، نص الفوليوم بتاع واي. فوليوم اكس بيساوي نص الفوليوم بتاع واي، يبقى فوليوم واي بيساوي 2 فوليوم اكس. فوليوم واي الضعف. اذا كان ده فوليوم اكس يبقى ده فوليوم واي، لان فوليوم واي الضعف من فوليوم اكس. يبقى لو حطيت فوليوم واي هيوصل لغايه سي. تاني، الدنسي بتاعت اكس ضعف الدنسي بتاعت واي، يبقى الفوليوم بتاع واي ضعف الفوليوم بتاع اكس من غير كلام. تاني، الدنسي بتاعت اكس ضعف الدنسي بتاعت واي، يبقى الفوليوم بتاع واي ضعف الفوليوم بتاع اكس. اتش دوت هو الفوليوم بتاع اكس، يبقى دول الفوليوم بتاع واي. ماشي. Two identical container 1 and 2 contain equal quantities of pure water. عندك container 1 container 2 عندهم نفس كمية المية من البيور ووتر. حلو. at temperature T1 and T2 respectively the temperature of both container increased by 1 degree. الاثنين زادوا 1 degree causing an increase in the density of water in container 1. لما درجة الحرارة هنا زادت 1 سيليزيوس وما درجة الحرارة هنا زادت 1 سيليزيوس، الدنستي هنا زادت والدنستي هنا قلت. ده ترجمة السؤال. احنا عارفين السؤال ده من السنة اللي فاتت. تاني، انت عندك كونتينر 1 وكونتينر 2، الاثنين فيهم كمية مية، كل الاثنين عندهم درجة حرارة معينة. كونتينر 1 لما درجة حرارته زادت بمقدار 1 الدنستي زادت. كونتينر 2 لما درجة حرارته زادت بمقدار 1 الدنستي قلت. طيب بكل منطقية. تعال نمسك كونتينر 1. هل درجة حرارته 1 سيليزيوس زادت 1 بقت 2 سيليزيوس؟ فعلا ينفع، لان هي لما تبقى 1 بقت 2 كده الدنسي زادت. كل لما قرب من الاربعه الدنسي بتزيد، كل لما قرب من الاربعه من اي اتجاه الدنسي بتزيد. هي كانت 1 بقت 2 الدنسي زادت. تمام. طب كونتينر 2 كان 3 بقى 4، المفروض الدنسي تزيد برضه، بس هو قال لي ان الدنسي قلت، يبقى ايه؟ ما تنفعش. طب بي، هل كونتينر ايه كانت 4، كانت 4 سيليزيوس وزادت 1 بقت 5 فالدنسي زادت؟ لا، خد بالك، هي لو زادت سيليزيوس يبقى هو هنا قال لك ان الدنسي بتزيد، لكن هي لو كانت 4 بقت 5 يبقى الدنسي قلت. طب كونتينر 1 هل كانت درجه حرارته 3 بقت 4؟ تنفع. مش هو قال لي لما زاد درجه واحده الدنسي زادت؟ هي لو كانت 3 بقت 4 كانت الدنسي هتزيد. طيب الثاني كان 6 بقت 7 الدنسي تقل؟ ايوه، لان انا ببعد عن الفور، يبقى الاجابه تبقى سي. تاني افهمها لك، انت عندك كونتينر 1 وكونتينر 2. كونتينر 1 كان عنده درجه حراره لما زادت 1 الدنسي زادت. كونتينر 2 كان عنده درجه حراره لما زادت 1 الدنسي قلت. طيب تعال انا بقى بشوف، هل كونتينر 1 درجه حرارته كانت 3؟ ليه يا مستر؟ عشان لما زادت 1 الدنسي هتزيد، عشان انا بقرب من الاربعه. طب هل درجه حراره كونتينر 2 كانت 6؟ ايوه، لان انا لما ازود 1 الدنسي هتقل. تنفع، يبقى الاجابه تبقى سي. تو سوليد سفيرز A و B، عندك تو سوليد سفير A و B of the same mass، الاثنين عندهم نفس الماس where the same temperature، او الاثنين عندهم نفس درجه الحراره. sphere A is made of aluminium، sphere A دوت aluminium، sphere B is iron، B دي iron. then the two sphere are placed on electric hot plate for a while، الاثنين اتحطوا على سخان كهرباء. if the sphere are connected together، هما الاثنين متوصلين بالحاس زي ما انت شايف. in which direction does heat flow through the copper rod، الدايركشن هيمشي منين لفين؟ الحراره تمشي منين لفين؟
بيقول لك خد بالك ان السبيسيفيك هيت بتاعت الالومنيوم اعلى من السبيسيفيك هيت بتاعت الايرون. يعني الالومنيوم عنده سبيسيفيك هيت عاليه والايرون عنده سبيسيفيك هيت قليله. انا هسالك سؤال، مش الحراره بتمشي من السخن للساقع؟ انا هسالك سؤال، مين هنا يسخن الاول؟ اللي عنده سبيسيفيك هيت قليله بيسخن بسرعه. مين هيسخن الاول؟ الايرون. يبقى الايرون هيسخن الاول وهينقل الحراره للالومنيوم. تاني، مش الايرون عنده سبيسيفيك هيت قليله؟ يبقى هيسخن بسرعه وهينقل الحراره للالومنيوم. اذا الحراره تنتقل من بي لايه؟ يبقى الاجابه تبقى بي. question number 5 بيقول لك the opposite table show the specific heat capacities of some material. مديك السبيسيفيك heat. So from the following masses of this material which mass require أنهي ماس محتاجة the least amount of thermal energy to change its temperature. أنهي ماس محتاجة أقل thermal energy. طيب أنا هحسب الكوانتي اوف هيت ليهم كلهم باي 2 كلفن. مبدئيا كده لما يقول لك عشان تشينج التمبريتشر باي 2 كلفن يبقى دلتا تي ب 2 كلفن. يعني هو بيقول لك مين من دولت علشان ازوده 2 كلفن هيحتاج اقل كميه حراره. فانا هحسب واحده واحده. مش الكيو بتساوي ام تايمز سي تايمز دلتا تي؟ امسك لي 250 جرام من الكبر يبقى 250 تايمز السي بتاعت الكبر 390 تايمز 2 لان الكلفن ب 2. حلو، يبقى 250 تايمز 390 تايمز 2 تطلع معاك 195000. اوكي ده طلعت بكده جول. احسب اللي بعده، يبقى دي كده طلعت معايا 195000 جول. هو بيقول لك مين اقل واحده تستهلك حراره او مين اقل واحده تحتاج حراره. فانا هحسب واحده واحده. امسك الاوبشن الثاني كيو بتساوي ام اف سي في دلتا تي يبقى 225 تايمز ده ايرن صح فين اهو 450 تايمز 2 ايكوال 225 تايمز 50. انا مش عارف ايه اللي خلاني اكتب 450 تايمز 450 تايمز 2 تطلع معاك الاجابه 202500 202500 جول. اللي بعده 100 جرام من الالومنيوم تبقى 100 تايمز ام اف سي في دلتا تي الالومنيوم 900 تايمز 2 100 تايمز 900 تايمز 2 تطلع معاك 18000 خلاص 40 جول. 50 جرام ميه يبقى 50 تايمز 4200 تايمز 2 تطلع معاك الإجابة 420000. حلو سوري 0000 يبقى احنا هنشيل ده. انا حسبت الكوانتي فيت بتاع كل واحد، ضربت الماس في السي في الدلتا تي. هو الراجل مش مؤثر معاك في اي حاجه. مين اقل واحده 100 جرام الومنيوم؟ الاجابه سي. لو انت بصيت هتلاقيها اقل رقم، يبقى ده اقل واحد هيحتاج حراره. الحمد لله وصلنا لاخر سؤال. insulated aluminum container of mass 20 جرام contains 150 جرام من الميه. ماشي، عندك كونتينر من الالومنيوم تقله 20 جرام جواه 150 جرام ميه at a temperature of 20 سلسيوس، درجه حرارتهم 20 سلسيوس. A piece of metal of mass 96 جرام and temperature 100 Celsius is dropped into water، حطيناها في الميه. If the aluminum are if the final temperature of the system is 25 Celsius and the specific heat capacities of water and aluminum is كذا and كذا respectively. عايز يعرف السبيسيفيك هيت بتاعت الميتال. من الاخر انت عندك ده من الومنيوم وجواه ميه، حطوا جواهم ماتيريال ايا كان ايه الماتيريال ميتال. حلو، تعالى بقى نطلع الجيفن. هو بيقول لك كده بالظبط ان الالومنيوم دوت تقله 20 جرام والميه تقلها 150 جرام زي الفل، والتمبريتشر بتاعتهم كانت 20 سليزيوس. يعني هما الاثنين كانوا 20 سليزيوس، درجه الحراره مستقره عند 20 سليزيوس. يعني تي 1 بتاعتهم هما الاثنين ب 20 سليزيوس. تمام، وضعنا فيها بيس من الميتال، حته ميتال تقلها 96 جرام. ماشي، والتمبريتشر بتاعتها
100 سيليزيوس. حلو. if the final temperature of the system is 25. لما حطينا الحديد في الميه كلهم درجه حرارتهم وصلت ل 25 سيليزيوس كلهم. يبقى انا كان عندي ميه موجوده جوه الومنيوم حطيت فيها حديد. الحديد كان درجه حرارته 100 كلهم بعد شويه وصل درجه حرارتهم ل 25 سيليزيوس. ومدي لك السبيسيفيك هيت بتاعه الميه ب 4200 كيلو جول جول بر كيلو جرام باي سيليزيوس. ومدي لك بتاعه الالومنيوم ب 900 جول بر كيلو جرام باي سيليزيوس. عايز يعرف السبيسيفيك هيت بتاعه الميتال. هسألك سؤال، مش الحراره اللي هتخرج من الميتال هي الحراره اللي هتدخل الميه والالومنيوم؟ يبقى نيجاتيف كيو بتاعه الميتال، الحراره اللي هتخرج من الميتال هي الحراره اللي هتدخل للميه والحراره اللي هتدخل للالومنيوم. لان انا حاطط ميتال سخن جوه، يعني الميه والالومنيوم كانت درجه حرارتهم 20 والميتال درجه حرارته 100، يبقى مبدئيا كده الحراره تمشي من الميتال للالومنيوم والميه. يبقى الحراره اللي هتخرج من الميتال قد الحراره اللي هتدخل لهم هما الاثنين. يلا بينا بقى نحسب. الكيو بتاعت الميتال ايكوال نيجاتيف ام تايمز سي تايمز دلتا تي. الكيو بتاعت طبعا ده كله للميتال. الكيو بتاعت الووتر بتساوي ام تايمز سي تايمز دلتا تي للووتر بلس ام تايمز سي تايمز دلتا تي للالومنيوم. يلا بينا، يلا يا ريس حل يا باشا. طيب ام بتاعت الميتال بكام؟ 96، يبقى نيجاتيف 96 تايمز السي هو عايز يحسبها تايمز الدلتا تي. الميتال دوت كانت درجه حرارته 100 وهو قال لك في الاخر كلهم بقوا 25، يعني الدلتا تي هتبقى 100 ماينس 25 25 ناقص 100 25 ماينس 200 لان هو كان 100 بقى 25 يطلع معاك نيجاتيف 75 ايكوال ام في سي في دلتا تي للميه. ام للميه بكام؟ ام للميه كانت ب 150 تايمز السي 4000. طب خد بالك انا لازم احول بس الاول من جرام لكيلو جرام. كويس انا افتكرت. يبقى انا هقسم هنا على 1000 واقسم هنا برضه على 1000 عشان نحول من جرام لكيلو جرام. احنا لازم نشتغل بالكيلو جرام يا جماعه. الام في المسائل لازم تبقى بالكيلو جرام. تايمز 4200 تايمز الدلتا تي للميه اللي هي تي 2 ماينس تي 1 اللي هي عندي كانت 20 بقت 25 يعني تايمز 5. ده الميه بلس امسك لي الالومنيوم. الالومنيوم كان 20 جرام، طبعا هقسم 20 على 1000. احنا اتفقنا لازم نتعامل بالجرام سوري بالكيلو جرام. تايمز 900 اللي هي السي بتاعت الالومنيوم تايمز الدلتا تي بتاعت الالومنيوم برضو اللي هي 5. تمام. الحراره اللي خرجت من الميتال هي الحراره اللي دخلت الميه والالومنيوم. تعالى بقى نحسب الكالكوليشنز الجميله بتاعتنا. انا اقول له نيجاتيف افتح براكت 96 divide 1000 باي نيجاتيف 75 تطلع معاك ب 72 سي. يبقى ده كله يطلع معاك ب 72 سي ايكوال ده كله انا حسبته. يلا نحسب اللي بعده. افتح كده براكت كبير. يلا 150 اوفر 1000 تايمز 4200 تايمز 5 اقفل البراكت بلس افتح براكت كبير 20 اوفر 1000 تايمز 900 تايمز 5 اقفل البراكت الكبير. يطلع معاك الاجابه ب 3240. حلو. طيب اذا السي هتبقى بكام؟ هقسم ده ديفايد 72 يطلع معاك ب 45. لا كده في حاجه مختلفه تطلع في كده حاجه احنا حاسبينها غلط. نحسبها تاني يا ريس. بص يا شباب بعد ما رجعت الكالكوليشنز لقيت ان هي المفروض 7.2 سيليزيوس مش 72. تمام 7.2 سيليزيوس. ارجع كده اعمل الكالكوليشنز هنا الرقم دوت لما تعمله هتطلع معاك 7.2. هتعمل هنا ديفايد 7.2 تطلع معاك 450 جول بر كيلو جرام باي سيليزيوس. اذا الاجابه هتبقى ايه؟ نبقى خلصنا حل هوم ورك المعاصر على اطول درس عندك. الاقي واحد فيكم مش مذاكر، الاقي واحد فيكم جاي مش مذاكر، عجلن عليه. التوفيق ربنا معاكم. كان معاكم مستر زكريا ساينس اكيد بحبكم جدا.